السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله بإذن الله نفتح قراءة برج القوس، وان شاء الله بإذن الله خير للقوس. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الفيديو مسجل ولكن الطاقة جديدة. النهاردة التلات 28 نوفمبر 2023. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، كل اللي اول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مننا. يلا نسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. برج القوس ما شاء الله عندك اتمام امر يا برج القوس، يعني في امر مهم جدا في حياتك راح يتم ان شاء الله على خير باذن الله. برج القوس ومبروك عليك يعني في نجاح هنا، انت يعني في حد هيبارك لك او زواج، الله اعلم، في حد هنا هيبارك لك. تمام، فمبروك عليك النجاح يا برج القوس. بس ده حد بينجح في عمله بيرجع او بتنجح او هتترقى. في عندكم ترقية يا برج القوس، فراح تترقى على خير ان شاء الله باذن الله. برج القوس طاقتك حلوه ما شاء الله النهارده، فطاقه ايجابيه ما شاء الله. برج القوس انت بتعدل امور، انت بتعدلها مع نفسك، في عندك تعديل امور وتعديل وضع مهني ووضع مادي. في كل الاشياء انت بتعدل امورك او امورك بدات تتعدل ما شاء الله، فاستبشرها خير يا برج القوس، لان هنا في تعديل، كلمه تعديل والله. تمام، فان شاء الله باذن الله راح تتعدل امورك وراح تتحسن وضعك المالي كمان. يعني في هنا حد هنا هتتباهى بنفسك او هتعمل انجاز كده يا برج القوس، فهتتباهى بنفسك وبوضعك. تمام. بص يا برج القوس، انت تعرفت على شخص، يمكن تعرفك على الشخص ده. بص، هو يعني هو صدمك في حياتك، بس خلاك بقيت قوي او قواك، مش ضعف. يعني انت في يعني شخص مثلا او في موقف يجي يعدي علينا، الاحسن ان احنا بنتعلم منه وبنقوى، وفي ناس تخش حياتنا تقلبها تخلينا ان احنا مش عارفين نركز او مش عارفين نفكر، وبتخلينا نرجع لورا. للاسف يا برج القوس، هو مش للاسف، هو الاحسن ان الموقف ده خلاك قويت وخلاك عرفت عدوك من حبيبك، عرفت انك انت ما تامنش لحد بسهوله، عرفت انك انت كان قرارك من دماغك كان صح، عرفت حاجات كتيره. فالشخص ده او الموقف ده يا برج القوس باين لك بيان حاجه انت كنت متغيب عنها. تمام، فما شاء الله يعني الشخص ده او الموقف ده، يعني على قد ما اتوجعت منه على قد ما انت لقيت نفسك فيه، او لقيت ان انت ما شاء الله قويت كده. يعني في حاجه كده خبطه جات لك في قوتك، مش كسرتك. ما شاء الله طاقه حلوه برضو. ولكن انت طالع برضو يا برج القوس، شايفه ان برج القوس متعلق في حلمه ومتشعلق والله، ولكن هتطلع ان شاء الله باذن الله. زي الشخص اللي بيعافر بيطلع في حاجه، ولكن هتطلع وهتوصل ان شاء الله باذن الله يا برج القوس. لان فينا حد عنده عزيمه واصرار، يعني ان هو يوصل. عندك عزيمه كبيره جدا وعزيمه قويه جدا يا برج القوس. ومش برج القوس مش غيور، لا، برج القوس هنا عاوز يعلى وعايز يثبت للناس او يثبت للشخص اللي كان بيقول له انت مش هتبقى حاجه، بيثبت له وهتثبت ده كويس جدا. الفتره اللي جايه هتثبته للناس كلها ان انت حد قوي وانك حد كويس، وان انا مش امراه ضعيفه زي ما كنتوا بتقولوا، ومش انا الامراه اللي انا بتاعه المشاكل، ومش انا الامراه اللي مش هقدر اشيل مسؤوليه. فاهمين؟ فهنا برج القوس هنا بيعافر عشان يطلع وعشان يثبت للناس وجوده ويثبت للناس ان هو قدها وقدود. ان شاء الله باذن الله راح وربنا يكمل لكم المسيره دي وتكملوها على خير ان شاء الله باذن الله. بص يا برج القوس، هو من الواضح ان انت هنا بتعمل لوحدك، واقف لوحدك بطولك، عانيت لوحدك من غير طبطبه. حتى الامراه اللي متزوجه هنا، اللي متجوزه جوزها ولا سائل فيها. الراجل هنا يعني زوجته، ولا كل واحد هنا في مكان. هنا بقى في بيسمعوني من غير جواز، او انت لسه بنت، او امراه متجوزه، او ارمله مطلقه، او منفصلين. ولكن هنا عندكم الحرمان، الحنية او حتة الطبطبة مش موجودة. يعني سهل شوية ان انا مثلا معيش زوج، او سهل شوية ان انا معيش زوجة. ولكن الاصعب ان يبقى معايا شخص اللي هو بنقول الزوج او الزوجة، ولكن مش موجودين في حياتكم اصلا، كل واحد في مكان. وللاسف انتوا بتعانوا من الوضع ده بقالكوا سنين، مش فترة قريبة، لا ده بقالكوا سنين، والموضوع بدأ يزداد بقى والامور كده.
ولكن هي على خلاص انت بدأت تجيب اخرك بقى برج القوس، وبدأت ان انت يعني ايه، يعني ما بلاها خالص يعني، وجوده في حياته زي عدم، ووجودها في حياتي زي عدمها. فبدأتوا الفرقة دي بدأتوا تتعودوا على بعض، ان انتوا الفرقة بقت كويسة معاكوا يعني. فالبعد ده خلاكوا انه تتعودوا. ويمكن دي الطاقة اللي من قبل كده، ان انا قلت لك ان برج القوس آم، يعني قوي، يعني في حاجة جات له فقوته. فبعدكوا على بعض خلاكوا ان انتوا شلتوا مسؤولية وتحملتوا فراق الزوج، فراق الزوجة. وممكن دي تكون طاقة امرأة، لان في هنا امرأة وبتثبت وجودها ان هي هتقدر تعيش وتكمل. تمام. فبعدك عنها ده كانت مشكلة بالنسبة لك، انك تبعد عن زوجتك او تديلها يعني تخليها تشيل مسؤولية اكبر من حجمها. هي اشتريتها في وضع وانت موجود، فهي خلاص بدأت خلاص تستغنى عنك. وانت اللي اديت لها الفرصة بكده. لكن يمكن الاول ما كانتش بتعرف تعمل حاجة الا باذنك بشورتك، يعني خلاص ما كانتش شايلة مسؤولية، فما كانتش تقدر تاخد قرار الانفصال. فانت بعدك عنها او شايلتها المسؤولية خلتها تعرف ان في ان هي تقدر تعيش من غيرك، لانها اشترت مسؤولية وتحملت وكده يعني. تمام يا برج القوس. فهنا يعني ما تزعلش بقى، انت اللي اديت لها فرصة، يعني انت اللي اديت لها الفرصة وسبت لها اديت لها فرصة. وهي امرأة فعلا آه، يعني قوية بسم الله ما شاء الله على فكرة. يعني بص، في يعني احيانا ممكن ما يكونش انت متخيل ان الشخص ده او الشخصية ديت هتكون قوية او هتشيل مسؤولية. ولما بتتحط في موقف بتبقى قدها وقدود، وانت بتتفاجأ منها ان هي الست دي شالت مسؤولية ازاي، او الراجل ده ما كناش عارفين ان هو بيعرف يتكلم او بيعرف يعمل علاقات كويسة مع الناس، او اسلوبه مش حلو. سبحان الله هو ثبت وجوده. تمام. فما تستقلوش بالناس، ما تستقلوش بالوضع. هنا امرأة يعني يمكن كانت ضعيفة شوية، او مش هي في نظرك مش هتشيل مسؤولية، لكن انت اديت لها قوة. وسبحان الله انت اللي اديت لها الفرصة دي ما شاء الله يعني. نخرج من الطاقة، ولكن هي قدها ودود وراحت تعدي ان شاء الله بإذن الله. فحد هنا مش عارف ترجعه لقلبك يا برج القوس ابدا ابدا. مش عارف يعني مش عارف تسامحه، او انت مش عارف بالفعل تدخله قلبك، او انت مش عارف تسامحه، او هو اخطأ في حقك كتير. فانت مش عارف تغفر له. هل هغفر له في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده؟ فبتيجي تجمع الاخطاء بتاعته بتلاقي اخطاء كتير جدا. فانت مش عارف تغفر له او مش عارف تسامحه. وده حاجة لا ارادية جوه قلبك. فانت مش عارف تسامح الشخص ده ابدا ابدا، مش عارف تسامحه. فسبحان الله يعني هي في القلب، يعني مهما حد يحكي ولكن قلبك من جوه حزين او زعلان. ان شاء الله راح تتصافى يا برج القوس واهدى كده، وان شاء الله باذن الله راح يعني شايفه ان انت قاعد في وضع برضو ما زالت يعني. في حد هنا قلبه حزين قوي يا جماعه، لدرجه ان هو مش حاسس ان خنقه في صدره وعاوز يبكي ومش قادر، مكتوم عاوز يبكي والله. عليه ضغط نفسي وعليه ضغط، حاسس ان الدنيا جت كلها عليه. فالشخص ده في حزن شديد جدا. ان شاء الله يا برج القوس والله العظيم هانت يا برج القوس اهدى كده، وان شاء الله باذن الله راح تفرج عليك يا برج القوس. هتفرج باذن الله يا برج القوس. وراح هتلاقي لك مخرج، وراحت الخنقه اللي انت فيها دي، او الضيق، او الطريق اللي مقفول قدامك ده راح يفتح ان شاء الله باذن الله. استبشرها خير وتفائل خير كده يا برج القوس، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يريح بالك وقلبك يا رب، اللهم امين. تحدي تستاهل كل الخير والله. طيب، ده اذا انت لو لسه ما دمعتش دموع الفرح فرح تدمع دموع الفرح. دموع الفرح هتنزل يا برج القوس والله. عندك دموع الفرح، الدموع دي الدمعة اللي هتنزل دي هتكون دموع الفرح ان شاء الله باذن الله يا برج القوس. يعني انت هتبكي على حاجه ان ربنا قد ايه اداك الحاجه دي، يعني اخيرا يعني. فانت في انتظارها بقالك كتير، فان شاء الله هتقول الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد. فهتحمد ربنا عليها والله، وهتدمع، هتفرح فرحه كبيره جدا ان ربنا يعني اداك الحاجه دي، او الحمد لله يا رب يعني دعيت وربنا استجاب منك الدعاء. بص، هو في هنا علاقه يعني نقدر نقول ان هي مش فيها ارتباط، يعني ما فيهاش زواج، ولكن هي في ارتباط روحي بينك وبين الامرأة ديت، او بينك بس ثقة، دي راجل تخص امرأة. وفي هنا اعجاب، راجل معجب بامرأة بس مش عارف يعبر لها عن اعجابه، يعني مش عارف يقول لها انا بحبك ازاي او معجب بيك ازاي، ولكن هو هنا معجب بامرأة مخبي. يعني في حد هنا بيحب حد مش عايز يعبر له عن الحب ده.
تمام. اما بقى الاتنين اللي انا بيحبوا بعض، دي طاقة تخص راجل برج القوس. هو في هنا عندك هنا اكمل، يعني انا اقول جملة وانت تكمل، انت تقولي جملة وانا اكمل. فعندكم هنا حاجات مش متكملة، تمام، يعني اكمل دي موجودة معاكم، ونقط كتير لازم تحطوها، نقط على الحروف، او في حاجات ناقصة كتيرة. بس شايفة هنا في بعد، يعني بعد مسافة قرب مسافة، الله اعلم، يعني انتوا قريبين من بعض ولكن في بعد مسافة بينك وبين الامرأة دهيت، او بينك وبين الراجل ده، بس الطاقة ده تخص راجل. تمام. ان شاء الله باذن الله يمكن يكون في بينك وبينها نصيب، لان هنا في باب مفتوح. طالما الباب المفتوح ده معنى كده ان ممكن يحصل نصيب بينك وبين الامرأة دي لو انت بتحبها يعني، وفي بينكم وبين بعض حب وراح ان شاء الله باذن الله يكون بينك وبينها نصيب. حرف الياء ده ممكن تكون انت امرأة او راجل، بس الطاقة دي انا حددت ان هي تخص راجل برج القوس. تمام. حرف الياء وحرف الهاء وحرف النون وحرف اله اللي هي آه، اللي في نص الكلمة، مش الته المربوطة. تمام. وحرف الهمزة. تمام. هو عموما اسم شيماء هنا مكتوب ومطلي، يعني كأن بلوحة فنية. ممكن تكوني امرأة بتسمعيني اسمك شيماء، او انت راجل بتحب الامرأة ديت. هي في معزة كبيرة قوي بينك وبين الامرأة دي، على فكرة معزة كبيرة جدا. تمام. وزي ما نقول ايه، ده اسمها محفور جوايا، او شخصيتها محفورة جوايا. فالشخص ده لو انت راجل بتسمعني، فالامرأة دي بالفعل هو حد كويس، يعني انا والله زي ما فاتحه الطاقه فبقول، لو انت الامراه ففعلا والله العظيم في راجل بيحبك جدا، وعامل لك كده انت حاجه وكل الناس تانية حاجه تانية. تمام. فالاسم ده فوق في الطاقه هنا كده، ويمكن انت حد اولى، يعني انت الحاجه الاولى والاخيره. تمام. فلو انت بقى الاسم ده في الطاقة، يعني انت اسمك، يعني تأكد ان زوجك بقى، حبيبي، خطيبك، او اخ او اب بيحبوك جدا، وانت يعني الصفحة الاولى في حياتهم يعني. تمام. فاسم حلو يعني، حتى مطلي، يعني انا يعني ما بحدد اسم مثلا بيكون حاجة غالية قوي. تمام. هنفتح الطاقة كده اكتر ونشوف، ربنا يصلح الحال يا رب. بص يا برج القوس، هو في هنا حد بيوجعك بالكلام او بيكسر مقاديفك بعض الاوقات، يعني بيقعد يعني يحب يعني يديك كلمتين كده يعني يزعلوك شويه. تمام. الضربه اللي ما كده بتقوي يا برج القوس. يمكن الكلام ده اللي يخليك تقوى، ويخليك تبقى عندك عزيمه واصرار انك انت انك هتنجح في يوم من الايام، انك هتحقق حلمك، انك هتوصل للي انت عايزه. وده حاجة حلوة مش وحشة. تمام يا برج القوس. فإن شاء الله بإذن الله هيكون عندك عزيمة قوية جدا الفترة اللي جاية، وهتكون يعني حد متمسك متمكن من نفسك أول الفترة اللي جاية دي يا برج القوس، والله العظيم. تمام. تمسكك بالحاجة اللي انت بتحبها دي أصلا حاجة حلوة، وشخصيتك بنفسك، او ان انا واثق من نفسي ان انا حاجه ما يشغلنيش كلام الناس، وانك انت متاكد وعندك يقين بالله كده، ومؤمن بان الله سبحانه وتعالى راح يعوضك خير عن اي حاجه انت شفتها في حياتك ان شاء الله، راح ربنا هيديها لك والله ان شاء الله باذن الله يا برج القوس. هو عامه هنا في هنا يعني حد بيحس بيك من غير ما تتكلم، او انت بتحس بحد بدون ما تتكلموا. ما شاء الله طاقتكم حلوه، يعني فيها تبادل مشاعر وحب صادق. في حب صادق هنا، وفي حد هنا طالب الستر. طالب الستر، يعني برج القوس هنا راجل امرأة والله مش طالب حاجة غير الستر، مش عايزة اللي يعيش مستور تعيش مستورة. تمام. في هنا امرأة بكيانة. الامرأة ديت يعني يمكن العمر اكبر من، يعني انت كبرت في العمر شوية، يمكن لك اصحاب متجوزين ولكن انت زعلانة على الوضع اللي انت فيه، او زعلانة على المكانة اللي انت عايشة فيها، حاسة ان انت بتتوجعي كل شوية. تمام. فان شاء الله باذن الله راح ربنا يكرمك ان شاء الله بالاحسن والافضل ان شاء الله باذن الله. هو انتوا عندكم توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله لما بلاقيها في الطاقه انا بفرح جدا، يعني بفرح. يعني عايزاك تكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى يا برج القوس، ان راح ربنا يوفقك والله، يعني توفيق، يعني انا شايفه ان كلمه توفيق موجوده، وشايفه ان ربنا هيكبر بخاطركم والله. اهم حاجه انك تكون، مش بقول كده ان انت حد مش مسلم، لا، تؤمن بان الله سبحانه وتعالى لسه يعني ملكش نصيب في اي شيء كانت، في الزواج، في الانجاب، في العمل، في اي كانت يعني. تمام.
بس برضو ما نختلفش ان احنا لازم نسعى. اسعى وانا اسعى معاك، فلازم تسعى. تمام. ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضك على قد تعبك، على قد ما هتلاقي يا برج القوس. تاكد ان ربنا مش هيضيع تعبك على الارض. تمام. حتى لو انت كان معاك ملايين الدنيا وخسرتها، اكيد ربنا راح يعوضها لك. تمام. فان شاء الله باذن الله عندكم تعويض مالي كبير جدا، وراحه نفسيه هتكون مرتاحه، يعني في راحه نفسيه هتكون انت مرتاحه الفتره اللي جايه. ان شاء الله ربنا يرزقكم الراحه يا رب وراحه البال. طاقتك حلوه ما شاء الله. مبسوطه انا بطاقه برج القوس اليوم. اكتفي طبعا بالقراءه، وان شاء الله باذن الله لما انطبقش على القراءه ينطبق على الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.